عقوبة كهرباء مستعد تقسطها لو بقيت رئيس؟ ما هو ما عنديش حل تاني غير التقسيط. هو انا ما اقدرش، ما بقى كهرباء ده ممكن يبطل كوره يقول لك مش هدفع الفلوس، خلاص راحت عليك الفلوس، لكن انا اتفاهم معاهم وان كهرباء بالقسط نتعامل معاها في خلال قد ايه ويبقى في ضامن للكلام ده. لكن لو انا بقى جيت ضغطت على كهرباء لو ما اديتنيش الفلوس هبطلك، مش طب ما هيبطل كوره. بس جماهير هتستفيد الزمالك إيه؟ ضد التقسيط يعني. لا جماهير الزمالك مش انا بس، لا. يعني جماهير الزمالك لا كتير من والله، جماهير بس خلي بالك هو ممكن الخلاف او يعني الخطوات اللي كانت مع الكهرباء بين الكهرباء والنادي كانت مؤثره بشكل يعني بشكل مش ظريف. لكن دلوقتي احنا دايما خلينا في الفتره دي دايما نقرب المسافات بيننا وبين النادي الاهلي، بين جماهير الزمالك وجماهير الاهلي، بين لعيبه الزمالك ولاعيبه الاهلي، وبين مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره النادي الاهلي. يعني انت رايك انه ستقبل فاروق جعفر سيقبل تقسيط غرامه؟ ده حاجه طبيعيه جدا، اي بلد في العالم بتاخد قرض من بلد بتقسط لها الفلوس ما تجيش تديها كاش. فكابتن فاروق جعفر طلع امبارح مع لميس الحديدي بيكشف للناس ايه برنامجه الانتخابي وهيقدم ايه لمصلحه نادي الزمالك عشان يبقى رئيس. فطلع يقول لك ان انا لازما نبدا نرجع العلاقات الطيبه مع الاهلي، تمام جميل، ولازما نقف مع كهرباء ونقسط غرامته علشان اللعيب كده ممكن مستقبله يروح، ما ينفعش، لازم نقف مع اللعيب. دلوقتي بس ايه رساله كابتن فاروق جعفر الاهلاوي، ايه اللي ناس كتير ما تعرفوش، ان فاروق جعفر اصلا اهلاوي من صغره، يعني هو طلع في كذا برنامج قال كده بنفسه، وكل الناس اللي كانت بتلعب معاه في جيله كلهم طلعوا اعترفوا عليه، من كابتن رضا عبعال قال كده، قال لك ايه فاروق جعفر اصلا اهلاوي صميم من بيت اهلاوي وبيحب الاهلي اكتر من الزمالك. وكابتن برده محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق قال لك فاروق جعفر اهلاوي بنسبه 100%. فدلوقتي الناس كلها عارفه ان كابتن فاروق جعفر اهلاوي، فدلوقتي كابتن فاروق جعفر طالع يقول لك خبر بيثبت كل الكلام ده. يعني مثلا الكلام ده كله لو كده يا عم اطلع قول ايه مش هقسط غرامه الكهرباء، اي كلام يضحك بيه على الجماهير ده. حتى عماد البناني الاهلاوي اللي الناس كلها عارفينه ان هو اهلاوي وطلع على قناه النادي الاهلي كذا مره وكان بيتريق على الزمالك، طلع قال لك مفيش اصلا فكره في تقسيط غرامه الكهرباء. انت دلوقتي المفروض انت ايه كابتن نصف نادي الزمالك وكنت كابتن من كباتن التاريخيين نادي الزمالك، طالع تقول كلام زي ده بالعقل؟ في حد اصلا رايح يترشح رئيس نادي الزمالك، مش هقول لك ايه واحد زملكاوي واحد رايح يترشح رئيس نادي الزمالك يقول لك ايه لازما اول حاجه نقسط غرامه الكهرباء ونرجع العلاقات الطيبه بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك، ونرجع العلاقات الطيبه بين ايه الجماهير الاهلي وجماهير الزمالك. يقول لك انا علاقتي كويسه قوي مع كابتن محمود الخطيب واحنا حبايب بره الملعب وجوه. فدلوقتي يا كابتن فاروق جعفر اللي انت ما تعرفوش، وبرده لميس قالته لك، يعني ايه حتى لميس الحديدي قالته لك ايه ان كل جماهير الزمالك رافضه مبدا ان انت تفكر في التقسيط، مش ان هي تقسط، لا ان انت تمنع الفكره دي اصلا من دماغك. فطلع يقول لك لا انا لازما ارجع علاقات طيبه مع الاهلي، لازم اساعد اللعيب اللي هرب من الزمالك، اللي انت فوت زملكاوي هرب من الزمالك وعمل كوبري من البرتغال وراح الاهلي، وكهربا بيستغل اي مناسبه يتريق بيها على الزمالك ويستغل اي حاجه عشان يقل من الزمالك، وانت راح تقول لك ايه لازم اقف مع اللاعب. يا عم تقف مع اللاعب ايه؟ احنا ككل جماهير الزمالك عندنا كهربا يبطل كوره احسن ما يدفع لنا الفلوس. انت لو سالت اي حد زملكاوي في الشارع يقول لك ايه، تقول له ايه كهربا يدفع الفلوس 2.5 مليون دولار ولا يبطل لعب كوره؟ يقول لك يا عم يبطل لعب كوره. انت مستوعب انت بتقول يا كابتن فاروق؟ والله انا دلوقتي بقيت مع مرتضى منصور ان هو كل شويه كان بيشتمك ويهاجمك ويقول لك انت ايه اهلاوي وكده. دلوقتي انا معاه في القرار ده ان انت فعلا بتفكر لمصلحه النادي الاهلي، انت فوت زملكاوي تفكر تحل مشاكل نادي الزمالك، لا انا ايه لازم اساعد الاهلي، لازم نساعد اللاعب، نخاف على لعيب هرب مننا وراح الاهلي وغفلنا وبيتريق علينا كل شويه بعد كل مباراه يقل مننا، لازم نساعد عشان ده لعيب ايه، لازم نخاف على مستقبل اللعيب. ومش مشكله النادي، مش مشكله الناس اللي بتتريق على النادي، مش مشكله الناس اللي بتشتم النادي، اهم حاجه عندك انت تساعد كهربا اللعيب اللي هربان من الزمالك وراح الاهلي. فده يا جماعه بيوريك بس ايه بعض العقليات اللي عايز دي نادي الزمالك. شخص لو زي ده مسك نادي الزمالك هيعمل ايه بعد ما يقسط غرامه الكهربا وهو قالها بنفسه؟ اول ما يجي لي عرض مناسب لزيزو همشيه، اللي هو يا باشا بص انا قفلت النادي، اللي هو ايه انا وافقت على تقسيط غرامه الكهرباء وبعت زيزو، بيقول لك هبيع زيزو وبعد ما ابيعه احاول اجيب بديل. شوف العقليه، يعني اللعيب موجود معايا ومكسر الدنيا ابيعه، بعد كده ايه ابدا ادور بقى، شوف لعيب يعرف يسد مكانه، نفضل داخلين في دايره ايه لعيب يعوض بن شرقي، نجيب مصطفى شلبي، نجيب ابراهيم انضاي، كله بيفشل. عايز بس ايه اقول رساله كابتن فاروق جعفر، ابعد عن نادي الزمالك، كفايه خراب في نادي الزمالك. يعني انت اصلا ان انت مش عارف تخلي ابنك يلعب في الزمالك، فطبيعي ان انت تقسط غرامه الكهرباء او تبيع زيزو ومره تبيع فتوح وتقفل الدنيا. بمناسبه بيع فتوح، طلع النهارده احمد شوبير على الراديو بيقول لك على مسؤوليتي فتوح الموسم الجاي في بيراميدز، فتوح الموسم الجاي في بيراميدز. انت بتقول يا كابتن شوبير، يا كابتن شوبير ايه اللي انت بتقوله ده يا كابتن شوبير؟ الزمالك دلوقتي مش مستحمل اي اخبار من الكلام ده. دلوقتي اقول لكم الكلام اللي قاله شوبير على الراديو بالظبط، بيقول لك ايه احمد فتوح عقده هينتهي في نهايه الموسم ده مع الزمالك، ولحد دلوقتي الزمالك مش عارف يجدد مع فتوح بسبب ان هو مش عارف يوفر له ال 8 مليون جنيه
بقيه عقده السابق، يعني بقيه عقده القديم، يعني لسه مش الجديد حتى، لا ده بقيه عقده القديم اللي اصلا اللعيب عقده هيخلص الموسم دون وهو ليه 8 مليون جنيه عند الزمالك، والزمالك لحد دلوقتي مش عايز يدفع له فلوسه. وعماد البنان اللي هو ماسك نادي الزمالك دلوقتي بيقول لك الزمالك ما فيهوش فلوس ادفع ال 8 مليون. فبيقول لك دلوقتي حصل تواصل ما بين بيراميدز وبين فتوح، قالوا له ايه؟ قالوا له احنا عايزينك معانا من اول الموسم الجديد، يعني كمل الموسم مع الزمالك. برضو ايه، بيراميدز برضو بتراعي الزمالك اللي هو ايه، لا فتوح كمل مع الزمالك الموسم دون لحد ما يعدي الازمه، وبعد كده يا باشا تجيلي ايه، تجيلي فري. شايفين العقليه؟ بيقول لك ايه، بيقول لك تواصل فعلا الناس من بيراميدز مع فتوح، واللاعب بيقول لك ابدى موافقته، يعني قال لهم كده مبدئيا موافق ان انا ايه اجي بيراميدز بس اخلص مع الزمالك واجي لكم. فدلوقتي بيقول لك ايه، فاحمد شوبير بيقول لك ايه، فتوح بيمشي على نفس نهج رمضان صبحي، اللي هو رمضان صبحي الاهلي جابوا اعاره من الفريق الانجليزي دوت، كان جايبه اعاره سنه وكان بيحاول يخلص مع رمضان صبحي في خلال السنه الاعاره اللي هو كان جايبه من الفريق الانجليزي، وبيقول لك كان قاعد يماطل لحد ما السنه خلصت، وبعد كده ساب الاهلي وراح بيراميدز. فبيقول لك يا جماعه دلوقتي فتوح ماشي على نفس نهج رمضان صبحي. خدت بالكم بقى من المعلومات اللي اتقالت في الحلقه ديت، ان ايه، فاروق جعفر بيقول لك هقسط غرامه الكهرباء، وبيقول لك هبيع زيزو، وشوبير بيقول لك هبيع فتوح، اللي هو يا جماعه نقفل النادي ونفتح مكانه كشك احسن، اوفر لنا واحسن لنا. والله يا جماعه نفتح مكانه كشك احسن من اللي بيحصل ده. ما اصل انت هتبيع زيزو وفتوح وتقسط غرامه الكهرباء، وسامسون رافع علينا قضيه، والجزيري والمسلوسي وابراهيم انضاي، يعني انت ايه عليك قواضي من اللعيبه، وزيزو هيتباع وفتوح هيتباع وغرامه اتقسط. يا باشا نقفل النادي ونريح نفسنا عشان احنا زهقنا واتخنقنا من العبط اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. فانا نفسي افهم بس الوزير فين من اللي بيحصل ده، نفسي افهم كده ايه الوزير بيطلع كده يقول للناس ايه، خفوا كلام شويه على الزمالك، الزمالك اصلا مش ناقص اللي بيحصل فيه ده. المفروض والله الوزير يتدخل يقول لهم اهدوا شويه، عايزين نهدي الدنيا في الزمالك لحد ما خلاص الانتخابات دي ونخلص منها، ويجي رئيس نادي بقى ويشيل الليله، مش كل شويه واحد يقول لك ايه زيزو هيتباع، غرامه الكهرباء عادي نقسطها مش مشكله، لازم نساعد الاهلي واللعيب، فتوح هيتباع، نقفل النادي. مش لاقي والله كلام قلت انا على العبط اللي بيحصل ده. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي، اي حد يقدر يكلمكم مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.